السلام عليكم، ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى ايه هعمل كده ايه. طبق كده النهارده على الفطار، سجق اسكندراني. حاجه كده بسيطه وسهله وسريعه جدا. بصوا ده مقدار ربع من السجق. ماشي، سجق اسكندراني انا مقطعاه قطع كده زي ما انتم شايفين. ومعايا هنا طماطمايه متوسطه مقطعاها برضو قطع، وبصلايه مقطعاها شرايح، وفصين توم مفرومين، ومعايا هنا فلفل رومي وفلفل اللي هو الايه الحراق يعني. ماشي. حطيت الماده الدهنيه زيت زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا انزل بالسجق بتاعي كده اشوحه الاول في النار. بصوا يعني اسهل سجق اسكندراني ممكن تعملوه. حاجه كده سهله وسريعه جدا باذن الله. ماشي. هنديلها بس تقليبه كده الاول للسجق. ماشي. خلاص بعد ما شوحناه كده زي ما انتم شايفين، هبدا انزل بقى عليه بالبصل والطماطم والثوم والفلفل. اهو نزلت عليه كده بالمقادير بتاعتنا. ماشي. هنحط بقى ايه البهارات. ماشي. وهنبدا بقى ايه نحط البهارات دي ملح، كزبره، معلقه كزبره ناشفه، معلقه فلفل، معلقه بابريكا، معلقه صغيره من الكاري بيدي لون وطعم حلو، والبهارات المشكله بتاعتي. ماشي تمام كده. هدي بقى ايه تقليبه كده وسريعه. بصوا بعد ما قلبتي بقى كل حاجه في بعض كده، بصوا الجمال ما شاء الله. بصي يعني الميه دي مش هتاخديها كلها، يعني ايه، او حطيها عشان ايه يستوي السجق كده مع الفلفل مع كل الحاجات اللي ايه اللي احنا حاطينها. ماشي. اول بقى ما تبدا اللي هي تستوي باذن الله هوريكم ايه السجق والطبق السجق الشرقي الجميل ده، يعني بيبقى تحفه ما شاء الله. هتسيبيه بس على النار حوالي ايه يعني رباعيه كده لان الكميه مش كتير. رباعيه كده بس عشان ايه الطماطم تستوي والبصل والفلفل وكله. خلاص وهوريه لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو. بصوا حبايبي السجق اهو ما اخدش ربع ساعه بالظبط على النار، يا دوبك بس الايه الطماطم والفلفل اللي احنا حاطينه والبصل استوى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. بصي يعني جنب بقى شويه طحينه شويه بطاطس بالعيش كده يبقى تحفه، ولو عملتي برده شويه مكرونه جنبه. بس هو طبعا سجق شرقي يعني سجق اسكندراني يعني بالعيش يعني. تمام. فيا رب تكون الطريقه كده عجبتكم. طبق كده على السريع. اسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.